لو انت كنت طالب ثانويه عامه فاكيد سمعت الجمله المشهوره بتاعت الاهالي او القرايب او ان كان اي حد يشوفك يعرف ان انت في ثانويه عامه ويشفق عليك يقول لك يا ابويا انت في ثانويه عامه يا. طب اقول لك على حاجه، هو يعمل لك كده، انا اعمل لك مستر كده كده اقول لك طب بص هقول لك على حاجه، اتعب في الثانويه هترتاح في الكليه، بس تكتشف بعد كده لو انت طالب ثانوي فبعرفك من دلوقتي ان انت الكلمه اللي قالها لك دي تعرف ان هو اكبر خبور هتعرفه في حياتك. طب لو انت طالب جامعي انت خلاص فعلا انت بالفعل لبست خبر طبعا بعد ما عديت من الايام دي كلها، بس كانت احلى ايام في حياتك، احلى يعني كانت اكتر ايام عشت فيها بكامل حريتك بدون قيود بدون مسؤوليات. ولكن بعد الثانويه العامه بعد خلاص خلصت امتحاناتك مستني النتيجة، بعد ظهور النتيجة بعد كده مراحل التنسيق وتختار كليتك وتروح فين وتيجي منين وتعمل ايه وتعيش ازاي وتعمل ايه وتروح بقى حياتك الجامعية. كان في خيالك ان انت هتمسك جيتار وتعدي من امن الجامعة كده عادي يقول لك اتفضل يا سعادة الباشا، ده انت راجل معاك جيتار وتروح تشقط لك بعض من النساء وتنضم لاتحاد الطلبة. فانت كان في دماغك ان الحاجات دي كلها السيناريوهات دي كلها كانت إيه، الدنيا بينك بالنسبة لك يعني يعني ده الحاجة الجامعية دي فل الفل دي يعني. ولكن بعد التنسيق اخترت كليتك ورحت من اول يوم جامعي كل ده بيتمسح، كل ده خلاص على كده بقى رماد الواقع غير كده تمام. ممكن تلاقي دكتور عنيف ممكن ينفخك في الماده، ممكن اتحاد الطلبه ممكن يعمل لك شويه اختبارات قاسيه كده، ممكن يقول لك انت ما تعرفش اتحاد الطلبه ده مهم ازاي في المجتمع، انت لازم تضطر ان انت تعمل تحقيق في امن الدوله عشان تنضم لاتحاد الطلبه. تفكر ان انضمام لاتحاد الطلبه ده بالساهل ويدي لك النظرات اللي هي الشرسه بتاعته دي، فخلاص كده انت طبعا. الفكره الثالثه بتاعت ان انت كنت تخش بالجيتار زي تامر حسني كده برضه فشل. هتلاقي بتاع من الجامعه ممكن ياخدك تحرك، ولا انت فاكر هتعرف تخش بالمكنه الصيني بتاعتك عشان تعمل الشويه اللي كنت بتعمله قدام مدرسه الثانويه بنات، برضه الفكره دي فشل. كل ده كان على جنب، ده لعب عيال. انت عارف ان انت مش داخل الجامعه عشان تعمل الحاجات دي كلها، انت داخل الجامعه عشان تاخد الماده العلميه عشان تاهلك لسوق العمل وان انت تشتغل بيها وتجيب فلوس وتبقى ذو اثر جيد على المجتمع، وان انت تتزوج وتكون اسره وتنتج للمجتمع وتكون ذو مصدر كطاقه ايجابيه ليك ولاولادك ولمراتك وللمجتمع اللي انت فيه. ده المفروض اساس الكليه. ولكن بقى بتلاقي ناس تانية بقى محبوطين يقول لك يا عم انا داخل الجامعه عيشها، ده داخل يا عم انقي بنت الحلال. طيب ماشي، عشان انت توصل لفكره التخرج ديت وان انت الفكره النهائيه ان انت تتخرج عشان يبقى عندك محتوى علمي متخزن في دماغك واللي ساهم في الموضوع دوت الكليه والدكاتره والمحتوى العلمي اللي انت درسته طول الفتره ديت سواء كان 4 سنين 6 سنين 5 سنين براحتك ان كانت الكليه بتاعتك، وان هي هدفها الاساسي ان انت تاهلك لسوق العمل وان انت يكون ليك اثر ايجابي على المجتمع. فانت لازم عشان توصل للفكره النهائيه ديت وان انت تعدي بكل المراحل اللي فاتت دي كلها ان انت هتذاكر عشان الامتحانات اللي جايه وبتحضر محاضرات وبتدفع المصاريف بتاعت الكليه المطلوبه منك. هنا بقى تيجي بقى المعضله ان انت عشان تيجي المصاريف ديت لازم هتنزل تضطر تشتغل. وانا هنا مش بتكلم عن الناس الاثرياء الفحل، انا بتكلم عن الناس اللي اقل من كده بقى، انا من ضمنهم اللي هو عشان تنزل تتاقلم مع الكليه وعشان تدفع المصاريف وعشان تكفي مصاريفك واكلك وشربك والحاجات الجانبيه اللي انت بتحتاجها في الكليه هناك، فانت بتضطر ان انت تنزل تشتغل. فانت حاجه بقى من الاثنين، يا اما انت بتخش كليه بتبقى عباره عن تجاره العبيد اللي هي بتكون عباره عن ان انت بتروح 6 ايام في الاسبوع واليوم السابع ممكن تحضر بس اختياري، والمحاضره بتكون عباره من الساعه 9 الصبح لحد الساعه 6 بالليل، وبتضطر ان انت تنام لك نصايه بعد كده تطلع الشغل عشان تجيب مصاريفك تجيب اكلك وشربك تكفي الحاجات المطلوبه منك. فانت هتدرك ان الفتره الجامعيه ديت ما كانتش زي ما كانوا بيقولوا زمان، بيقول لك ارتاح في الثانويه ترتاح في الكليه، بس هم قالوا لك الكلمه ديت بمنظورهم الشخصي ايام زمان. كانت ما كانش مصاريف قادحه زي دلوقتي، ما كانتش انشطه غريبه مطلوبه، على الرغم ان انت الانترنت متوفر وان انت ممكن تشتغل على الانترنت وكده، ولكن صعب وسط التيران والحيتان والتنانين اللي موجوده في سوق العمل هنا، صعب ان انت برضو تبقى متميز في مجال معين وان انت تقدم خدمات اونلاين بمقابل مادي. فانت بتلجأ ان انت بتنزل تشتغل بقى في محل ملابس، تشتغل في سايبر، تشتغل في مطبخ، تشتغل بقى كابتن صاله، تشتغل دليفري كونتر. فبالتالي انت كده بتستنتج ان انت كنت طالب ثانويه عامه اللي بيقول لك ان انت هترتاح بعد الثانويه، ان انت هتتعب في الثانويه وهترتاح في الكليه. مش منطقيه لان انت لسه انت هتعرف انت الاكشن والاثاره والمغامرات اللي هتبقى مطلوبه منك في ايام الجامعيه، مش مضطر ان انا اشرحها لك بالتفصيل، كده كده انت هتشوفها بعينك وتقول يا اما احنا خدنا مقلب بصحيح. ولو انت طالب جامعي كل اللي اقدر اقوله لك ان ربنا يوفقك، ربنا يرزقك، ربنا يعينك على اللي انت فيه. لو انت بقى كنت في كليه مطلوب منك ان انت تشتغل وتكفي مصاريفك، فاعرف ان انت احسن من غيرك، اعرف ان انت ده شيء كويس ان انت يثقل من مهاراتك، يثقل من تاقلمك، يثقل من مهاراتك في التعامل مع ان انت بتعرف تهندل ما بين الكليه وما بين الشغل، وان انت تنام وتعمل الانشطه والترفيه والهوايات اللي انت نفسك فيها، وان انت تنزل مع صحابك تلعب حجز كوره تعمل الحاجات دي كلها.
اعرف ان انت بتعرف تهندل ما بين الحاجات دي كلها، فاعرف ان انت شخص عظيم. انت كده من يعني انت كده بهوت من فتره الجامعيه وبتهندل ما بين الحاجات دي كلها، اعرف ان انت فعلا انت كده بتكتسب خبره، انت كده وفي نفس الوقت الحاجات دي كلها بتبقى مميزه، بحيث ان انت لما انت لو انت كنت ساري فاحش وكانت حياتك عباره عن ان انت بتروح الكليه وتيجي من الكليه، مفيش اي انشطه تانية بس بتعمل هوايات، ومفيش اي مجهود بدني تاني، مفيش اي حاجه تانية بتعملها عشان تجيب فلوس بعد التخرج نوعا ما، هتلاقي مشكله ان انت تلاقي شغل، هتلاقي مشكله ان انت تختار الوظيفه اللي انت نفسك تشتغلها. ولكن الناس التانية اللي هم اقل شويه في المستويات الاقتصاديه، لما يكون هو بقى متعود من ايام الفتره الجامعيه، او في ناس كمان كانت بتشتغل من ايام الثانويه العامه، لما انت بقى بتشتغل من فتره الجامعيه بتعرف تهندل ما بين المحاضرات وما بين الشغل والهوايات والتاسكات والحاجات المطلوبه منك، انت بالفعل كده بتنمي من مهاراتك، بتثقل من خبراتك، بتبقى عارف راسك من رجليك، بتبقى عارف انت مميز في ايه. ففي خلال الفتره الجامعيه ديت وانت بتشتغل وبتجرب حاجات تانية متنوعه، تعرف انت متميز في ايه، انت فاشل في ايه، إيه اللي ينفع معاك، ايه اللي ما ينفعش معاك. فده شيء كويس، دي ميزه في حد ذاتها. فما تزعلش ولا تقعد تحبط في نفسك، ولا ان انت تكسر في نفسك تقول لا انا مش عارف عايش حياتي الجامعيه، ولا عارف اشتغل، ولا عارف انام، ولا الكلام ده كله. لو انت نمت 12 ساعه يعني هتستفاد حاجه؟ لا، كنت برضه هتندم وهتبقى زعلان وتقول يا ريتني اشتغلت، يا ريتني جربت. ولكن بقى بعد ما انت بتهندل وجربت الحاجات دي كلها، وان انت في المعاناه ديت في فتره الحياه الجامعيه، بيخليك بقى بعد التخرج ان انت عارف فعلا، انت كده عرفت ايه اللي انت متميز فيه، ايه اللي انت هتعرف تشتغل فيه، ايه اللي انت ممكن كنت انت شغال فيه قبل كده وممكن ترجع تاني، وممكن تطور من نفسك مع المحتوى العلمي اللي انت خدته من الكليه ديت، تطبق على الشغل اللي انت فيه، وممكن تتطور، ممكن تبقى تترقى بقى، تبقى سوبرفايزر، مساعد مدير. خلاص كده انت كده مسكت المكان، انت راجل. ولو المكان اللي انت فيه تطورت دوت وبقيت مدير فيه في المكان بعد التخرج، مش مضطر ان انت تسافر، خلاص انت بقيت مدير هنا في المكان، بتاخد راتب كويس بياكلك ويعيشك ويخليك تستقر، تتجوز، تجيب اولاد، قدوه لاولادك، وتستقر وتعيش والدنيا تبقى تمام. بس كده خلاص، هي دي الدنيا، انت مش محتاج حاجه تاني اكتر من كده.